السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى يا حبايبي، هعمل لكم شوية رز كشري 10 على 10 إن شاء الله. أحلى رز كشري هتعمليه اللي هو الرز ايه بالعدس الأصفر. ده رز كشري مصري، احنا بنقول عليه رز كشري. معايا هنا ايه حوالي كيلو إلا ربع رز، يعني يا دوب الكيلو اللي خدت منه بس حبة شوية صغيرين. وهنا معايا ربع كيلو عدس اصفر. عايزه تعملي بربع، عايزه تعملي باقل باكتر، مفيش اي مشكله، يعني تزوديه تنقصيه مفيش مشكله. وهنا التوابل بتاعتنا الحلوه: معلقه ملح، معلقه ماجي، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره كمون، بس مش اكتر من كده. ومعايا زيت. عايزه تعمليه بزيت بس تمام، عايزه تحطي زيت على سمنه مفيش اي مشكله، فانا هحط زيت ومعلقه سمنه. تعالي بقى كده ايه، هناخد البصل ده ونروحوا فرمينه ايه في الكبه الحلوه بتاعتنا دي. هنا بقى كان النور قاطع طبعا يا حبايبي اول ما فتحت الفيديو النور قطع ما شاء الله فقلت الحمد لله، بس برضه هصور. هنا عملت ايه، قطعت كده 3 بصلات زي ما شفت وريتكم. انت عايزه تحطي بصلتين حطي، تحطي 3 براحتك، تقللي البصل تكتري مفيش مشكله. ورحت كده على النار حطيت حله وفيها شويه زيت كده حلوين، وحطيت معلقه سمنه اهي، معلقه يعني معلقه ممسوحه مش كبيره. وزي ما قلت لك عايزه تحطي زيت بس تمام، تحطي سمنه على زيت كده زي ما فيش اي مشكله. قلبي بقى كده تقليبه حلوه. السمنه هنا سخنت معايا، نزلنا ايه بالسمنه على البصل، نزلنا بالبصل على السمنه. معلش ركزي ركزي، اهو مركزه اهو يا حبايبي نزلنا بالبصل على السمنه. قلبي بقى تقليبه حلوه. هنا بقى ايه هقلب بقى البصل عشان ايه، مش عايزاها تتلسوع معايا من الجناب، انا عايزه لونها صفرة كده، وتكون صفرة فاتحه مش غامقه، لا عشان الرز كده يبقى مفاتح معاكي وطعمه حلو، طعمه كده مسكر كده من البصله وحلو. قلبي بقى كده وما تستخسريش يعني الزيت، حطي شويه حلوين عشان يبقى مفلفل. هنا بقى الرز دوت كده انا ايه هروح جايبه العدس وايه واحط عليه العدس، اروح غاسله بقى الاتنين مع بعض غسله كويسه. زي ما قلت لك تقلي العدس تزوديه مفيش اي مشكله، بس انا على طول بعمله مثلا كيلو ربع رز عليه ربع كيلو عدس، بيطلع معايا طعمه جميل ما شاء الله. هنا بقى البصله كده ايه ايدينا فيها عشان ما تتلسعش منك. مفيش ربع ساعه هتلاقي نفسك عملت احلى حله رز كشري. جنبيها بقى شويه مخلل، شويه بطاطس محمره، تبقى ايه غدوه زي الفل. البصله احمرت معايا اهي اصفرت، انزلي بقى عليها بالتوابل الجامده بتاعتنا دي، تقليبه حلوه. قلبي بقى تقليبه جميله كده يا حبيبتي. وانزلي بقى نزلت ببولة ميه اهو، وايه واروح مزوده بولة تاني عشان طبعا ده يعتبر ايه كيلو رز بالعدس، يعني العدس على الرز قولي كيلو، لان العدس ربع كيلو والرز اكتر من كيلو الا ربع كمان، لان انا اخدت من الكيلو مفيش كده حبه صغيرين اقل من ربع. بس اهم حاجه تظبطي حياء، ولو عايز ملح حطي له. ما تنسيش ان احنا ما بنكترش الملح عشان معانا ماجي. غطيتها بقى عشان ايه تغلي معايا. هنا بقى الرز خلاص خلطت العدس على الرز هغسله، وهنا خلاص غلى معايا اهو، وظبطت حياءه زي الفل. ننزل بقى بالرز. اهم حاجه تبقى الميه مغطيه الرز، ما تكتريش الميه عشان ما يبقاش معجن معاكي. اهم حاجه في الرز الكشري ده ان يبقى مفلفل معاكي كده، وتعدي كده الرز تعديه كده من كتر ما هو مش ماسك في بعضه كده ومفلفل، فما تكتريش الميه. خليكي كده شاطره زي بنت الاصول، خليكوا شاطرين يا ولاد الاصول زي بنت الاصول. قلبي بقى تقليبه كده حلوه، ويبقى اوطي كده عليه شمعة واروح مغطياه، لان هو كده خلاص قرب يستوي. اول ما يشرب ميته تروحي موطيه عليه شمعة.
هنا بقى ايه قطعت كده كام طماطمايه، حطيت عليهم شويه ملح، شويه شطه، وشويه كمون، وشويه خل. بس زودي يعني الخل عشان بيخلي الدقه بتاعت القوطه دي طعمها جميل قوي. الليبي بقى مع الرز الدقه دي بتبقى طعمها رهيب. هنا خلاص كده الرز كده هشوفه بقى استوى. بصوا خلاص كده، بصوا ما شاء الله مفلفل ازاي، استوى وبقى زي الفل. هطفي بقى عليه واسيبه يشرب بخاره. لو عجبك بقى الرز